السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواتي احبائي مشجعي النادي الاهلي الكرام، اليوم حابب اتكلم معاكم في موضوع مهم، وان القدر بيلعب دوره ان الاهلي يظل في المنافسة بعد هزيمة نادي الزمالك من نادي انبي. زي العادة الزمالك لا يقبل الهدايا، ولكن يا ترى مدرب النادي الاهلي يستغل الفرصة، او يقول لنا ان هو موجود معانا، او يقول ان الاهلي في الصورة. مستوى النادي الاهلي لا يبشر بالخير. طبعا عندنا مباراة قوية جدا 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 مع فريق الترجي التونسي. طبعا لقلة الوقت إدارة النادي الأهلي لا تستطيع التدخل وإقالة المدير الفني قبل مباراة مهمة جدا في أفريقيا، بتقابل فريق قوي جدا اللي هو الترجي التونسي في عقر داره. نتمنى إن شاء الله يا رب الأهلي يحقق نتيجة إيجابية، ولكن نتمنى من الأستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ ومجلس إدارة النادي الأهلي. أخيرا الكابتن محمود الخطيب قال نعم، أنا هرفع إيدي عن إدارة الكرة، وهسلم المسؤولية للكابتن سيد عبد الحفيظ والأستاذ ياسين منصور. طبعا الكل عارف مين ياسين منصور أصلا، رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس الإدارة. نتمنى منهم التدخل سريعا جدا قبل فوات الأوان. مباراة النادي الأهلي في البطولة الأفريقية بطولة مهمة جدا للنادي الأهلي، صعب نخسرها سنتين ورا بعض. وبعد تحقيق بيراميدز نتيجة إيجابية في المغرب 1-1، طبعا نتيجة خادعة 1-1 نتيجة خادعة، ولكن بيراميدز بيعرف يلعب المباريات دي. بيراميدز فاز البطولة الماضية ببطولة أفريقيا، احنا طبعا للأسف بعدنا عنها، ولكن خرجنا على يد الكابتن أو المدير الفني مستر كولر أمام سان داونز. طبعا بعد نتائج الأمس كمان سان داونز فاز 3-0 على استاد مالي. يعني سان داونز عندنا فرصة للتعويض الهزيمة بتاعت العام الماضي، فرصة لإخراج سان داونز زي ما أخرج النادي الأهلي من البطولة الماضية. هو في طريق النادي الأهلي، شاء من شاء وأبى من أبى. طبعا بعد الفوز بنتيجة 3-0 أكيد عنده فرصة قوية جدا إن هو يكون في المقدمة، إن هو يصعد وينتظر الفائز من الأهلي والترجي. يا رب نتمنى التوفيق للنادي الأهلي بالتوفيق. مدرب الأهلي ما يطمنش، لاعب الأهلي ما عندهمش الروح. أعتقد لاعب الأهلي من كتر ما الأفكار بتاعت المدرب ما فيش جديد، او ما فيش عنده جديد في المباريات. هو التغيير تقريبا، يعني نقدر الواحد يتوقع التشكيل من غير ما حد يعرف. ما فيش تغيير في الاداء، ما فيش جمل تكتيكية بتنعمل في المباراة، ما فيش اداء قوي، ما فيش روح عند اللاعبين. لما بندافع ما بنعرفش ندافع صح، لما بنهاجم كل الفريق، ما بنعرفش نصنع هجمة على المرمى. طبعا خسرنا للأسف امام طلائع الجيش، مع ان كان ممكن نكون دلوقتي اول دوري وننافس ونكون احنا الثلاثه في نفس الترتيب او درجه او في نفس النقاط بتاعت المباراه. يا ترى نستغل الفرصه. طبعا الدوري لسه في ايد الاهلي، ان هو يفوز على الزمالك ويفوز على بيراميدز فكل فريق هيخسر 3 نقاط، فهيكون نتائج المباريات واحده. وننتظر طبعا المفاجآت بتاعت الدوري اللي احنا متوقعينها. طبعا الزمالك لما بيلعب تحت ضغط زي العادة بيخسر نقاط. بيراميدز ما هواش الفريق المرعب في الدوري زي ما هو في افريقيا. بيراميدز السنة دي ما هواش الفريق المرعب. الاهلي برضو ما هواش الاهلي، لو الاهلي كمان، يعني كل الفرق ما هياش الفرق اللي الواحد يقول خلاص لا الاهلي خسر الموضوع انتهى او البطولة خلصت. كل ما احنا نقول البطولة خلاص ضاعت من الاهلي، المنافسين بتوع الاهلي يدوا الاهلي الهدايا. سيراميكا بعد ما كان هو الاول
للاسف الشديد راح خسر وتعادل فبعد عن المقدمة. دلوقتي عنده 5 نقاط. المباريات الستة اللي موجودة في دورة التصفية، المباريات دي هتكون قوية جدا جدا جدا. مباريات مع فرق ثقيلة، المصري وسموحة وإنبي، خد معاك الزمالك وبيراميدز، سيراميكا، مباريات في منتهى القوة. لو الاهلي ما لعبهاش بالحماس المطلوب او بالقوه المطلوبه، ما اعتقدش ان الاهلي يقدر ينافس يكمل. وانا مش متوقع او انا مش متفائل، يعني احنا المفروض نتفائل خير. دايما بنقول احنا تفائلوا خير، ولكن مدرب النادي الاهلي مش مديلك فرصه ان انت تتفائل خير. كل ما احنا نقرب من الدوري المدرب يعمل حاجه غير متوقعه، ان الاهلي يخسر. طبعا سوء اداره المباريات. الاهلي عنده لاعبين، الاهلي عنده قائمه قويه جدا. الاهلي يستطيع، يعني نقدر نقول ان الاهلي يستطيع ياخد الدوري وهو مرتاح. الاهلي لو لعب مباريات وكسب المباريات اللي لعبها، اللي تعادل فيها، المباريات اللي تعادل فيها وخسر فيها في الدوري السنه دي، الاهلي كان زمانه خد الدوري وهو مرتاح. كان الدوري خلص من الدور الاول، مش كان استنى كمان ال6 نقاط، لان الزمالك خسر كتير. وطبعا الزمالك بيحاول بكل قوه. الزمالك ما عندوش يعني عنده وقف قيد، بيحاول باقل الامكانيات. ما بيلعبش بناشئين عشان ما نضحكش على ارواحنا. عبد الله السعيد مش ناشئ، بيزيرا مش ناشئ، ناصر منسي مش ناشئ، الجزيري مش ناشئ، حسام عبد المجيد مش ناشئ، عواد مش ناشئ، مهدي سليمان 38 سنه مش ناشئ، مين تاني، الونش مش ناشئ. لا، هو ما بيلعبش بناشئين، بس هو بيطعم بالناشئين لانه عنده وقف قيد. اللي بيعوضوا في المباريات او في اللي بيساعدوا في المباريات بتاعت الزمالك، ان اللعيبه بتلعب بروح. اللعيبه بتلعب بروح، وهو ده اللي فارق نادي الزمالك عن النادي الاهلي. لعيبه الاهلي قوام قوي جدا، ولكن الروح مش موجوده. لعيبه الزمالك عندهم الروح، بيعوضوا النقص اللي هو العددي، مش النقص في الامكانيات. الزمالك عنده لاعبين اقوياء جدا جدا، وده دباغ، شيكو بنزا، احمد فتوح، بنتايج. لا، الزمالك مش بيلعب بالناشئين، ولكن بيلعب بروح. يعني بيحاول يعوض النقص اللي عنده في اللي هو وقف القيد، وما فيش مستحقات، وما فيش مدرب اجنبي، والمشاكل اللي حوالين النادي كلها بيعوضها بانه بيلعب بروح. والروح هي اللي كسبتنا الدوري السنه اللي فاتت على حساب بيراميدز. عماد النحاس عمل اداء ولا اروع السنه الماضيه، انقذ الاهلي في وقت كان الاهلي خلاص ضايع، بعد طبعا ما خسرنا من صن داونز وخرجنا. فاز في كل المباريات، بس كان اللعيبه بمصطلح الكوره بتاكل النجيله في الملعب. وده مصطلح مهم جدا ان الناس تفهم، ان انت لو اديت الكوره بتدي للي يستحق. فلو انت تستحق وبتدي بروح، ربنا بيساعدك. ربنا بيقول ولكل مجتهد نصيب. لعيبه الزمالك بتجتهد وبتعمل كل اللي في ايديها عشان تكسب. في النهايه التوفيق وعدم التوفيق ربنا بيوفقهم. الاهلي عنده فرصه ذهبيه، الدوري ما راحش. انا بغير كلامي تاني للاسف، لان الزمالك ما جبلش الهدايا بتاعت النادي الاهلي، ولكن بالمدرب الموجود. احنا طبعا كل الدعم للمدرب كعادة النادي الاهلي وجماهيره. احنا بندعم الاهلي مش بندعم المدرب، لان احنا ما شفناش من مدرب النادي الاهلي السنه دي اي حاجه تقول ان هو لا احنا هناخد الدوري. احنا بندعم الاهلي على اساس ان الاهلي عنده فرصه ان هو يعوض النقاط اللي ضاعت. ان هو الاهلي لو فاز على بيراميدز والزمالك، فالاهلي بقى زيهم في النقاط. ترجع للاهداف مش مهم، بس احنا هنكون مركز اول زيهم. يعني لو لعبنا ال6 مباريات بروح وفوزنا في ال6 مباريات، الاهلي هياخد الدوري. سيبوكوا بقى من الزمالك يقول لك ايه، يتحججوا. بدات الزملكاويه بعد ما بيخسروا، بعد ما كانوا بيقولوا احنا خلاص فرجنا وركبنا الدوري ومحدش هيطولنا، الزمالك كالعاده بيرجع في كل بعد ما يحصل له تعثر يطلع علينا الاعلام الزملكاوي والكباتن القدامى